تخيل معايا تكون اقوى شخص في العالم وعندك قوة اسطورية مش عند حد، ولكن تختار انك تخبيها وتعيش في جسم صغير وتصدم الناس بيها وقت الازمات. ده ايه الدماغ ديت يا عم؟ تعالوا بينا كده نعرف ايه هي الحكاية. بس قبل ما نبدأ انا عاوزك تعرف انك وحشتني يا صديقي. اكيد انا اتأخرت عليكم ولكن مش بايدي، كان في شوية حاجات كده بخلصها عطلتني ان انا انزل لك اي حاجة. المهم بقى، وبما اننا راجعين بقوة فانا عاوز منك الفيديو ده يكسر الاداء. ايوه، التحدي النهاردة تقيل، حاجة كده بوزن الفيل. فالتحدي بقى المرة دي اننا نجيب 20,000 لايك في اول ساعتين بس، وكمان 5000 تعليق في اول يوم. وتقريبا كده ديت اول مرة ليا اعمل تحدي لايكات وتعليقات مع بعض. المهم بقى، اكيد في ناس هتقول مش هتعرف يا عم، ده مستحيل عليك وعلى الجيش بتاعك، ولكن تخيل ان في حاجة هتقف معانا. قولها معايا. لا والله، جاهزين للعظمة؟ طب صل على النبي واعمل اللي قلت لك عليه، ويلا بينا نبدأ ام الحكاية. بيبدأ الانمي بتاعنا بالظبط سنة 447 بالتقويم المقدس، واللي هو عصر الاساطير. عالم مليان ارواح وسحرة وابطال بيحكموا العالم. احنا حاليا بقى عند قلعة اخر ملوك الشياطين، وكانت في حرب كبيرة ما بينه وما بين الابطال الستة. جيش الابطال بيكون قوي جدا وخلاص وصل لاخر نقطة لدفاع ملك الشياطين، واللي هي القلعة بتاعته. كان بقى الملك قاعد والخدم بتوعه بيعرفوه ان كل الدفاعات بتاعتهم وقعت، خلاص الابطال على وشك الوصول. فبيقرر ملك الشياطين واللي اسمه ليو ان هو هيحارب. بس ساعتها الخادم بتاعه بيقول له افتكر وعدك لحاكمة التمرد لانها ما كانتش عايزاك تموت. وفعلا الملك بيرجع في كلامه وبيروح يختم نفسه في بلورة سحرية المفروض انها ترجعه للحياة بعد 1000 سنة بالظبط. وفعلا بتمر ال1000 سنة وبنشوف اللي موجود بقى على بوابة القلعة المدمرة ديت بنتين اسمهم سيليا وريجينا، جايين في مهمة استكشاف للقلعة ديت. بيخشوا المكان ومن الاثار اللي موجودة فيه بيحسوا انهم في قبر ملك عظيم من بتوع زمان. ريجينا بتكون قلقانة وبتقول لسيليا انهم لازم يرجعوا، بس هي بتقرر تكمل في البحث بتاعها، وده علشان بتدور على كائنات اسمها الفراغات. المهم ان سيليا بتوصل لباب غرفة الملك والجهاز بتاعها بيكشف لها ان في حياة ورا الباب ده. اول لما بتلمسه بيبدأ يفتح وبيظهر قدامها جوهرة ضخمة، وبيكون ده التابوت اللي ليو مختوم فيه. بتشك بقى البنت ان في حد موجود جوه وبتقرر انها تنقذه. في الوقت ده وعلى الناحية التانية بيكون ليو في عالم غريب، وبيوصل لحاكمة التمرد اللي بنعرف ان اسمها روزيليا. بتقول له ان بعد 1000 سنة هيظهر وعاء بشري لقوتي، انت لازم تاخد بالك منه. وبعدها بتسيبه وبتمشي. بيكون بقى عايز يروح وراها، بس في اللحظه ديت بيصحى في العالم الحقيقي وبيشوف سيليا اللي كانت بتحاول تخرجه من التابوت. بيفتكرها في البدايه شخص جاي يسرق القبور، فبيقرر يعاقبها ويدمر الجوهره اللي هو محبوس فيها. بيخرج بقى علشان يشوفها، بس هي بتتفاجئ اول لما بتشوفه، وده لانه بقى عباره عن طفل صغير. ليو هو كمان اول لما بيشوف انعكاسه في المرايه بيتخض جدا، لان ده كان شكله هو طفل قبل ما يبقى ملك الشياطين. فبيفكر ان التعويذه ممكن تكون فشلت، بس في اللحظه ديت سيسيليا بتكون خايفه عليه جدا. بتاخده وبتدي له اكل وشرب وبتطمنه ان هو هيبقى كويس. بيجاريها ليو بقى علشان يعرف المعلومات اللي هو محتاجها عن العصر اللي هم فيه حاليا. بعدها بتساله اذا كان الفراغات هم اللي خطفوه وجابوه هنا، فبيسالها يعني ايه الفراغات ديت بالظبط. فبتعرفه ان قبل 64 سنه بالظبط ظهر كائنات غريبه ما عرفوش هم جايين منين، وبداوا يهاجموا البشر. في نفس الوقت اللي هم بيتكلموا فيه بتتواصل معاها ريجينا وبتعرفها انها رصدت واحد من الفراغات. وفعلا بيبدا المكان يتهز من حواليهم، وبيظهر وحش ضخم وبيطلع ان ده واحد من الفراغات من نوع الغول. بتحاول سيليا تهجم عليه، بس سلاحها مش بيأثر فيه بأي طريقة. ولما ليو بقى بيحاول يعمل حاجة اللبس بتاعه كان طويل فاتكعبل ووقع. وفي اللحظة ديت بتدخل ريجينا اللي بيكون معاها سلاح ضخم وبتهاجم على الوحش وبتقدر تصيبه فعلا. وبيطلع ان السلاح اللي معاها ده اسمه السلاح المقدس، وبتقدر تغير في شكله كمان. بتتفاجئ اول لما بتشوف الطفل مع سيليا وبتسألها عنه، فبتقول لها اشرح لك الموضوع بعدين. بعدها بقى سيليا بتاخده وبتهرب من المكان، وبيتحركوا لبره بسرعة. بس وهم في طريقهم بيظهر لهم واحد تاني من الفراغات على شكل تنين، وسيليا بتجهز علشان تقتله. ليو هنا بقى بيجيب اخره وبيقول ان هو لازم يخلص على الوحش اللي اتجرأ ودخل القلعه بتاعته. بس في اللحظه ديت بيكون الوحش نفسه بيحاول يهجم عليه، وسيليا بتحاول تحميه واخدت الضربه مكانه، وللاسف بتقع في الارض ميته وسايحه في دمها. ليو لما بيشوفها بيفتكر ملكه التمرد اللي انقذته من الموت زمان، ودلوقتي البنت ديت كانت بتحاول تنقذه. قرر بعدها ان هو يخلص على كل الوحوش الموجودين هنا. بيستدعي العصايه بتاعته وبتلويحه واحده منها بس بيقدر يخلص على كل الموجودين. بيروح بعدها لسيليا وبيعرف ان الجسم ده مش هيستحمل تعويذة شفاء قوية، فقرر ان هو يعالجها بطريقة تانية. حرفيا كل جروحها بتتشفى وبترجع للحياة من تاني. بتفوق بعدها سيليا وبتستغرب ان كل جروحها اتعالجت، فبيقول لها ليو بكل براءة انا حاولت استخدم السحر عليكي وعلشان كده جراحك اتعالجت. طبعا هي مش بتكون عارفة يعني ايه سحر، وبتفكر انها قوة سلاح مقدس، وهي ديت القوة اللي ظهرت عند البشر بعد ظهور الفراغات، ومعظمها بتكون على هيئة سلاح بيتشكل. وعلشان
وعلشان كده كونوا منظمات زي اكاديميات السيف المقدس اللي سيليا فيها يعني، واللي هي بتدرب الاطفال على استخدام السلاح ده. المهم في اللحظه ديت بتجري ريجينا وبتطمن على سيليا وبتسالها عن الفراغ اللي كان موجود، فبيقول لهم ليو ان هو بعد ما سيليا اغمى عليها الفراغ سابهم ومشى. فبتستغرب ريجينا كده من الكلام وبتسال سيليا عن الطفل اللي معاها، فبتقول لها انها لقته محبوس في المكان وغالبا كده واحد من الفراغات خطفه، وبعدها يعني الذاكره بتاعته بقت مشوشه، وعلشان كده بيقرروا ياخدوا ليو معاهم. بيركب وراها المركبه وبيبداوا يتحركوا على المقر. بيتفاجئ ليو اول لما بيشوف المقر اللي هم بيتكلموا عليه، وبيكون ضخم جدا وكله مباني حديثه. وبتعرفوا سيليا ان ده اخر مكان للبشر، المدينه السبعه، واللي هي اتبنت لمقاومه الفراغات. بعد كده بنرجع 6 سنين للماضي علشان نشوف لمحه من اللي حصل لسيليا في المدينه اللي هي كانت عايشه فيها، واللي هي المدينه الثالثه. كان في هجوم ضخم جدا من الفراغات، وفي واحد من الملاجئ اللي تحت الارض كان في ناس مستخبين، ومنهم سيليا والخدامه بتاعتها ريجينا. بيحاولوا يطمنوا نفسهم لان والد سيليا حاليا مع الفرسان المقدسين، وكمان اخواتها وبقيه عيلتها من اللي بيقاتلوا بره، واكيد هيرجعوا منتصرين. بس بعدها بيتفاجئوا بانفجار ضخم بيهز المكان اللي هم فيه، والانذار بدا يضرب، وبيحسوا انه في كارثه حصلت بره. بعد ما الدمار اللي بره بيهدأ الملجأ بيتفتح وبيخرج الكل، وبيتفاجئوا من المنظر المرعب اللي شايفينه قدامهم. المدينه اتدمرت تماما، وكل الفرسان المقدسين اللي بيحاربوا تم ابادتهم، بما فيهم طبعا كل عيله سيليا اللي بعدها بتبدا تنهار على فقدانهم. بنرجع للحاضر بقى وبنشوفهم اخيرا وصلوا للمدينه، وليو بيبقى لسه مبهور بيها. بيروحوا بعدها للمقر الرئيسي، وريجينا بتقول انها تروح تقدم التقارير والمعلومات اللي اخذتها من المهمه الاستكشافيه. اما سيليا فبتعرف ليو انها تقدم له عضويه على السلاح المقدس اللي معاه، وده علشان قدرته العلاجيه اللي استخدمها عليها. ومن هنا ورايح هيعيش في اكاديميه السيف المقدس، وهو طبعا بيقول في نفسه ان ديت فكره كويسه علشان ده هيسهل عليه الحصول على المعلومات اللي هو محتاجها. بتسيبه سيليا يدخل لوحده علشان الفحوصات اللي المفروض يعملها، وبيبان ان هو لسه متضايق من حوار ان التعويذه فشلت ورجع يعني في جسم طفل صغير. فبيستدعي بعدها الخدم بتوعه بلاك وشاري اللي بيحيوه اول لما بيظهروا، بس بعدها بيسالوا عن سبب الهيئه اللي هو فيها ديت. فبيعرفهم ان ديت هيئته قبل ما يكون ملك الشياطين ايام ما كان واحد من الابطال. بيدخل بعدها في الجد على طول، وبيعرفهم ان هو محتاج معلومات عن الحاجات اللي بيسموها الفراغات، وكمان عاوز معلومات عن الجزيره الصناعيه اللي هم عليها ديت، واللي تعتبر مقر البشر وملقبه بانها رقم 7، واذا كان يعني في فعلا 6 غيرها ولا لا. اما هو فهيتسلل للاكاديميه، وده علشان يجمع المعلومات، وكمان لان الجسم اللي هو فيه محتاج للاكل. فبيخلص وبيروح بعدها على الفحص اللي سيليا قالت له عليه، واول ما بيعدي جهاز كشف المنى بيلقط ان الطاقه بتاعته كبيره جدا، فبيضطر يقلل قوته علشان يعرف يعدي. ولما بيخلص بيطلع الكارنيه بتاعه اللي بيه كده خلاص بقى متسجل في المدينه ديت. بعد ما بيخلص بتجيله سيليا وبتعرفه ان كده فاضل بس تسجيل السلاح المقدس بتاعه، وبعدها يطلع له بطاقه هويه رسميه، وفعلا بتاخده وبيتحركوا علشان يروحوا لاكاديميه السيف المقدس. وفي الطريق بياخد ليو باله ان المدينه هاديه جدا، فبتقول له سيليا ان ده علشان هم ما سمحوش للفراغات انها تهجم هنا قبل كده. وبتاخده بعدين لاكاديميه السيف المقدس وبتعرفه على كل الاماكن اللي موجوده فيها، وبيستغرب حتى ان في قاعات للرقص. وبيعرف ليو في اللحظه ديت ان لحد دلوقتي سيليا لسه ما يقظتش مهاره السلاح المقدس بتاعها. بتكمل بعدها البنت الجوله الاستكشافيه ديت لحد لما بيقابله عيل شكله بارد اسمه رودس، وكان جاي علشان يضايق سيليا اللي بتقرر انها تتجاهله وما تردش عليه. بس هو بيقف في طريقها وبيسالها عن الطفل اللي معاها، وبيسخر منها انها لسه ما يقظتش سلاحها المقدس، فهل دلوقتي اتجهت لمجالسه الاطفال. وبيطلب منها بعد كده تنضم لفصيله وتبقى واحده من اتباعه. وبيعرف ليو ان قوته هي التحكم بالعقل، وعلشان كده ساحب شويه بنات وراه. بس طبعا سيليا بتكرف له وبتقرر انها تمشي، وده بيضايقه جدا فبيشدها من شعرها. ليو بقى لما بيشوفه بيتعصب وبيستخدم عليه تعويذه من غير ما ياخد باله، والتعويذه ديت بتخليه يحس بالرعب الحقيقي، وبينزل على ركبته في الارض. بيعمل ليو نفسه نازل يطمن عليه وبيقول له لو لمست شعره منها تاني مش هتعرف ايه اللي هيحصل فيك. ولما بيسيبه بيستدعي رودس السلاح المقدس وكان عاوز يهاجمه، بس في اللحظه ديت بتظهر واحده اسمها فيلت وبتأمر رودس يوقف، لان اولا ده سكن للبنات، وثانيا ممنوع عليه اصلا يستخدم السلاح المقدس في الاكاديميه، وبتهدده انها تبلغ الاداره باللي هو بيعمله، فبيخاف ويمشي. بتروح بعدها تتعرف على ليو وبتعرفه انها من نفس فصيل سيليا، لكن هي شغاله في تحليل البيانات وعلشان كده ما شافهاش في المهمه. وبتاخد بالها بعدها ان سيليا مجروحه، فبتطمنها وبتقول لها انها اتعالجت بفضل ليو.
ليو وبتعرفها فيلية انها رصدت اشارات سحريه غريبه من المحيط ومش عارفه ايه هي ديت بالظبط، وممكن تكون عش للفراغات، وعلشان كده في فرقه استكشاف هتروح وتتاكد منها. وهما بيتكلموا وبتبدا سيليا تدوخ مره واحده، وليو شكله عارف ايه اللي بيحصل معاها. المهم بيتحركوا بعد كده على السكن بتاعهم، وبيتفاجئ ليو ان هو قديم مقارنه بالباقي، فبتعرفوا سيليا ان السكن هنا بيكون على حسب ترتيب الفصائل والانجازات بتاعتها، علشان كده هم خدوا السكن ده. وبيكون طبعا متضايق ان هو يبقى في سكن بنات، بس هي بتقول ان هو طفل يعني وعادي مش هتفرق. وبيخش بعدها علشان يستحمى ويغير هدومه، وبعد ما بيخلص بيشوف سيليا فقدت طاقتها واغمى عليها، بس مره واحده عينيها بتتلون بالاحمر، بتقوم عضها من رقبته، ولما بترجع لوعيها بتستغرب هي عملت كده ليه. بنشوفها بعدها راحت في النوم، ولما بتصحى بتلاقي ليو قدامها، وبيقرر يعترف لها انه ما عالجهاش بقوه السلاح المقدس، واللي حصل في الحقيقه انها ماتت، بس هو ما كانش عنده القدره ان هو يعيد احيائها، علشان كده حولها لمصاص الدماء. واللي حصل كان علشان المنى بتاعتها خلصت، وهي عضته علشان تجدد مخزون المنى بتاعها. اما بالنسبه هو عمل كده ازاي، فبيكذب عليها وبيقول لها ان هو اعاده تجسيد لسحر قديم كان موجود في الماضي، وبعدها ختم نفسه في البلوره اللي انت لقيتيني فيها، وحاليا انا بمارس السحر علشان اقدر ارجع قوتي السحريه بالكامل. الغريب بقى انها بتفهم كل اللي اتقال وبتصدقه كمان. بعدها بتطلب منه تحكي له عن نفسها شويه، وفي البدايه بتشكره ان هو انقذ حياتها. بتعرفه ان بعد موت عيلتها هي اقسمت انها تدخل الاكاديميه وتنتقم من كل الفراغات، وبما ان بيجري في عروقها دم فرسان المقدسين زي كل عيلتها، فكان الكل متوقع انها تكون قويه جدا. بس للاسف لحد دلوقتي هي مش قادره تفعل السلاح المقدس. ليو بقى بيواسيها وبيشجعها، وبيقول لها انا واثق انك هتقدري توصلي لمكان اعلى من اللي انت متخيلها بكتير. وفجأة بقى وهما بيتكلموا ليو بطنه بتطلع صوت، وده معناه ان هو جعان فبيتحرق جدا. بتقرر سيليا بقى انها تعزمه على حسابها، وبتاخده وبيروح على المطعم. بتطلب منه يختار اللي هو عاوزه، مش بيكون عارف يختار بالظبط لانه حرفيا مش عارف اي حاجه من اللي قدامه. بس في الاخر بيقرر ان هو ياكل عيش بس، وكمان قرر ان هو اللي يدفع، وبيطلع عمله ذهبيه من معاه، وكان فاكر ان قيمتها لسه عاليه زي زمان. بس هي بتقول له ان اصلا الذهب حاليا ملوش قيمه، وبيتصدم هنا صدمه عمره لانه كان مجمع 2000 قطعه ذهبيه علشان يبني بيها جيش ملك الشياطين لما يرجع. واثناء ما هم بيتكلموا بيسمعوا صوت خناقه قريبه منهم. بتكون في بنت اسمها ساكويا واقفه مع 2 رجاله عايزين منها الفلوس اللي ليهم عندها، بس هي بتقول لهم ارجعوا الاسبوع اللي جاي علشان معاش فلوس. وطبعا ده مش بيعجبهم وكانوا عاوزين ياخدوا منها اي حاجه، بس البنت بتطلع سيفها وبتديهم على دماغهم فبيمشوا. بتروح لها سيليا بقى وبيبان انها من نفس الفصيل بتاعهم، وكمان بتتعرف على ليو اللي من نظره واحده بيكون عارف انها قويه جدا في استخدام السيف. بيقعدوا بعدها ياكلوا هما الثلاثه مع بعض، وبيستغل ليو الفرصه وبيسال ساكويا عن سبب اختلاف هدومها عن باقي اللي في الاكاديميه، فبتعرفوا ان دي تقاليد المكان اللي هي جت منه. وبيعرف منها كمان ان قريتها اتدمرت على ايدي الفراغات، وهي انضمت للاكاديميه علشان تنتقم لعيلتها. بنشوف بعدها سيليا اخذت ليو علشان تسجل السلاح المقدس بتاعه، وبتطلب منه المسؤوله يطلع السلاح بتاعه، وفعلا بيطلع العصايه. بتكون مفكره انه من النوع العلاجي، بس لما بيجرب بيدمر كل الروبوتات اللي قدامه، وده حتى هو كان مقلل قوته على الاخر. بيتفاجئوا كلهم طبعا، والمسؤوله بتكون عايزه تكمل في الاختبار، بس للاسف الالات اتدمرت. بيجي هنا رودس بقى وبيقول لها اسمحي لي اكمل انا الاختبار معاه، وده بصفتي واحد من فرسان الدرجه الاولى يعني. بيبدا يجهز نفسه وبيستدعي السلاح بتاعه، والبنات اللي معاه كمان بيستدعوا السلاح. سيليا بتحاول تعترض، بس هو بيقول لها ان قوته هي التحكم في الاشخاص، فطبيعي انهم يكونوا معاه في الاختبار. ليو بيقول لها ما تقلقيش انا هكون بخير، بس هي برضه بتفضل مصره انها تساعده وتدخل معاه في الاختبار ده. بيجهزوا بعدها للقتال، وسيليا بتجهز السيف بتاعها وبتتحرك وبتهجم على واحده من مساعدين رودس. بعدها بتروح ناحيته، بس واحده تانية بتيجي وبتقف في طريقها، وعلى الرغم انها معهاش سلاح مقدس بس بيبان قد ايه هي قويه في استخدام السيف. وليو بيقول ان ده اكيد علشان هي اخذت من المنى بتاعته. رودس بعدها بقى بيأمر واحده انها تهجم على ليو، وفعلا بتهجم بقوه البرق، بس هو بيستخدم قوه الظل وبيصد ضربتها، وبقوه الظل كمان بيقدر ان هو يثبت رجلها في الارض وبيمنعها من الحركه. على الناحيه الثانيه سيليا بتقدر تخلص على 2 من مساعدين رودس، وريجينا بتيجي جري لما سمعت ان في قتال وسيليا داخله فيه، بس لما بتوصل بتتصدم انها قدرت تهزم كل مساعدين رودس، وبتيجي بعد كده تهجم عليه، بس هو بيستخدم السلاح المقدس بتاعه وبيثبتها مكانها. بيروح بعدها علشان يقاتل ليو، بس سيليا لما بتخاف على ليو بتبدا انها تستدعي السيف المقدس بتاعها، وفعلا بتنجح. بتحرر نفسها من سيطره رودس كمان. بعدها بتهجم عليه وبتكسر السلاح بتاعه، وبتجبره ان هو يستسلم. وبالمناسبه السعيده ديت بيتجمعوا كلهم وبيعملوا
وبيعملوا احتفال في بيت سيليا، وكمان علشان ليو هيكون رسميا عضو في الفصيل بتاعهم، الفصيل رقم 18. بعد بقى ما بيخلص بنشوف ليو بيدور في الخريطة وبيعرف ان المكان اللي هم فيه ده هو المكان اللي حصلت فيه الحرب قبل 1000 سنة، وبيشك ان الفراغات مرتبطة بيها. بيستدعي بعدها بلاك اللي بيعرفوا انه وصل لمعلومات مهمة، واللي هي ان تحت الجزيرة اللي هم فيها ديت في بلورة مانا ضخمة البشر بيستخدموها كمحطة طاقة بتمد الجزيرة كلها بالمانا. فبيقرر ليو ان هو ممكن يستفيد منها بعدين. بيستدعي بعدها شاري اللي بتعرفه ان مفيش حد يعرف ملك الشياطين او الحرب اللي قامت قبل 1000 سنة. وبنشوف بعدها فرقة الاستكشاف اللي كانت رايحة تحت الجزيرة، وبيستغربوا انهم بيشوفوا وش عملاق قدامهم. اول لما بيقربوا منه بتطلع منه دراعات بتخلص عليهم كلهم. بنسيبهم وبنرجع فلاش باك للماضي، خصوصا لحياة ليو لما كان لسه بشري، وبنعرف ان ليو كان واحد من الابطال اللي كانوا 7 وقتها. لا وكمان اكتر واحد فيهم مشهور لانه قتل ملك الشياطين وانقذ العالم. ليو بقى كان رايح مع واحد من العمال لمنجم اتقال ان في وحش قوي، والعمال حياتهم يعني بتتعرض للخطر. وعلى عكس باقي الابطال ال6 اللي كانوا موجودين في العاصمة جنب الملك، ليو كان بيروح دايما يساعد الناس الغلابة اللي محدش بيرضى يروح يساعدهم. بس للاسف ما كانش عارف ان هو هيتغدر بيه. بيوصلوا بعدها لجوه المنجم وبيستغرب ليو ان هو فاضي. بيبص وراه كده وبيلاقي الشخص اللي كان معاه اختفى، وبيحس وقتها ان في حاجه غلط. وقبل ما يتحرك تعويذات سحريه بتثبته مكانه، ومره واحده جنود كتيره بتطلع في المكان وبيثبتوه بالسلاسل. بيجيبوا بعدها الرماح وبيخترقوا كل جسمه بيها. بعد بقى ما بيتاكدوا ان هو مات بينزلوه، وبنعرف ان دول رجاله واحد من الابطال. ولما بيمشوا بتظهر بعدها ملكه التمرد اللي اسمها روزالينا، وبتساله اذا كان شايل ضد اللي قتلوه كراهيه، بس هو بيرد عليها انه مش حاسس باي حاجه. وهنا بتطلب منه يساعدها في التمرد على نظام العالم اللي هم فيه. بنرجع بقى للحاضر في اللحظه ديت، وليو بيفوق وبيقول انا مهمتي دلوقتي اني الاقي روزالينا واعيد تجميع جيش الشياطين بتاعها. بيروح بعدها يصحي سيليا اللي بيجي لها تليفون من فيلت وبتقول لها انا حاسه ان في حاجه مش كويسه بتحصل، لان النهارده الصبح حصل اجتماع لكل القاده، والشكل ان الموضوع ممكن يكون له علاقه بفريق البحث، لانهم لحد دلوقتي ما ضافوش اي معلومات لقاعده البيانات. وفعلا بنروح لاجتماع القاده اللي شاكين حاليا ان فريق الاستكشاف تم ابادته، وده لان قبل اختفائهم ظهر اشارات خاصة بالفراغات لمدة 3 ثواني. ودي حاجة غريبة جدا لان 3 ثواني ديت مدة قصيرة، وبتطلع كده صورة مشوشة لحاجة زي جذوع الشجر، وبيخافوا انها ممكن تكون نوع جديد من الفراغات، او ممكن حتى يكون ملك الفراغات بنفسه. وبيخافوا من المأساة اللي حصلت قبل 6 سنين لا تتكرر من تاني، وبيفكروا اذا كانوا ياخدوا قرار الاخلاء من دلوقتي. بس ساعتها بيجي لهم مكالمة من القائد الاعلى، وبما ان اشارة الفراغات اختفت فما ياخدوش اي خطوة، ويكملوا في التحقيق والاستطلاع لحد لما يوصلوا للحقيقة. على الناحية التانية بتكون سيلينا بتتدرب على استخدام السيف بتاعها، وليو بيلاحظ مهاراتها العالية وبيقرر انه يعلمها استخدام السحر، وده علشان تبقى سيافة سحرية، واللي هيكون انسب اختيار ليها علشان هي حاليا مصاص الدماء وعندها مخزون كبير من المانا. بيعمل فعلا درع حوالين مكان التدريب، وبعدها بيبدأ يستدعي هياكل عظمية علشان تتدرب عليها، وفعلا البنت بتقدر تدمرهم كلهم. ولما بيخلصوا تدريب بتقرر تعزمه على الاكل. وبنشوف بعدها ساكويا اللي بترجع للسكن بتاعها وبتقابل بلاك قدام السكن، فبتقعد تلعب معاه شوية، وهو طبعا بيكون جايب اخره منها. بتدخل بعدها وبتلاقي فيليت شغاله النهارده على الرغم ان هو يوم اجازه، فبتقول ان ده لان فرقه استكشاف اتبعتت بعد ما الفرقه اللي فاتت اختفت، وشاكين انها ممكن تكون فراغات. بنرجع بقى ليو وسيليا اللي بيكونوا ماشيين في الطريق، ولسه لحد دلوقتي ليو مبهور بجمال حضاره البشر. بيروحوا بعدها لمحل حلويات وسيليا بتقف تشتري منه، وبالصدفه بيطلع ان ده نفس المحل اللي شاري بتشتغل فيه. المفروض انها بتجمع معلومات يعني، بس ليو مش بياخد باله منها، وبيتحركوا بعدها وبيكملوا طريقهم لحد لما بيوصلوا لواحد من المطاعم، وبيطلع ان هو مكان للاطفال الايتام، واللي اول لما بيشوفوا سيليا بيجروا عليها. وفي اللحظه ديت ليو بيفتكر طفولته لما كان يتيم هو كمان. بيدخلوا بعدها المطعم وبتتعرف صاحبه المحل على ليو، واول لما الاطفال بيعرفوا ان هو واحد من الفرسان المقدسين بيعجبوا بيه جدا. في اللحظه ديت ليو بيحس بالحنين لمكانه القديم، وده لما شاف المكان اللي سيليا بتحبه وعايزه تحميه، بس للاسف المكان ده ما بقاش موجود يا ليو. بنرجع بعد كده لفرقه الاستكشاف اللي تحت البحر، والغريب بقى انهم مش بيلاقوا اي حاجه، بس في نفس الوقت ده عمال المترو اللي تحت الارض بيحسوا ان المكان بيتهز، وفعلا فيلت بيجي لها اشارات على الجهاز بالاهتزازات دي. بنشوف بعدها 2 كانوا داخلين غرفه التحكم بتاعه المترو، بس بيتفاجئوا لما بيلاقوا فروع اشجار في كل مكان. بيدخلوا بعدها وفي اللحظه ديت بيظهر وش غريب من الفروع ديت كانه بيراقبهم.
وقبل ما نشوف اللي حصل بنرجع للماضي، ايام ما كان ليو لسه واحد من الابطال، ففي واحده من قرى البشر غيلان ضخمه بتهجم عليهم، وبيكون في 3 من الابطال واقفين بيتفرجوا. ليو بطل السيف المقدس، والثانيه هي تريس القديسه، والثالث هو اركيل الحكيم. المفروض انهم كانوا مستنيين المساعده، بس شكلها كده هتتاخر. وهنا بياخد اركيل قرار صعب، وبيكون شمس ضخمه فوق القريه، وده علشان تقتل الوحوش، بس كمان هتقتل اهل القريه معاهم، وده بحجه ان البشر ممكن يعيد احيائهم تاني عادي. بس ليو طبعا مش بيوافق على اللي بيحصل، وبيطلع سيفه وبيقسم الشمس ديت نصين. بينزل بعدها هو بنفسه وبيحارب الوحوش ديت، وبيقدر يخلص عليهم كلهم. وكل اللي حصل ده طبعا ما كانش عاجب اركيل. بنرجع بقى للحاضر، وخصوصا في المقر الرئيسي غرفه الاجتماعات. القاده بيكونوا متجمعين وبيناقشوا نتيجه الرحله الاستكشافيه الاخيره، وهي ان الفراغ اللي كان موجود اختفى حتى بدون ما يعمل تبلور مكانه، وده هو الاثر على اختفاء الفراغات. بتتكلم واحده من القاده وبتقول لهم ان في طالبه عايزه تشارك نتائج البحث بتاعتها معاكم، وبيبقوا في البدايه مستهينين بيها لانها طالبه، بس القائده بتقول لهم انها كويسه جدا في البحث، وفعلا بيوافقوا يخلوها تشارك. والطالبه ديت بتكون فيلت، وبتعرفهم انها قدرت ترصد اشارات اهتزازات من اماكن مختلفه في المدينه، والاهتزازات ديت نتجت عنها ان شبكه الهاتف اتقطعت، واستنتجت كمان ان التشوه في الشبكه ده دليل على ان في واحد من الفراغات اتسلل المدينه. طبعا الكل بيتصدم من الخبر ده لانه كارثه، ومش بيكونوا مصدقين، بس المتخصصين في البحث في غرفه القياده اكدوا على معلومات فيلت. والغريب بقى ان الفراغ ده مش بيستخدم المانا، هو بيتسلل كانه قاصد يخفي نفسه، ودي حاجه اغرب لان الفراغات اللي هم عارفينها مش بالمستوى ده من الذكاء. بعدها بقى بيجي لهم بلاغات عن وجود روح اشجار غريبه في كذا مكان، وفعلا بسرعه بيبعتوا فرقه للمكان اللي فيه الوحش، وبيستنوا الاذن علشان يخلصوا عليه. بس مره واحده الاشاره بتتقطع، وبيعرفوا ان الوحش هاجم، وبيقعد القاده مترددين ومش عارفين يعملوا ايه، هل يبداوا في اخلاء المدينه او يحاربوا الوحش. المشكله دلوقتي ان مفيش اشاره علشان يتواصلوا مع القائد الاعلى، وفي ساعتها البث بيرجع من تاني. الجنود بيبلغوهم ان الوحش هرب من المكان، بس ده بيدل ان الوحش كده غالبا بيحاول يحافظ على الطاقه بتاعته. وهنا بتتدخل فيلت وبتقول لهم ان هو ممكن يكون عاوز يوصل لمحطه توليد الطاقه، ولو كان هو فعلا سيد الفراغات ووصل للمحطه ديت فممكن تحصل كارثه. وللاسف توقعها بيكون صحيح، وبسرعه بيأمروا القاده بنشر الدفاعات عند المحطه. اول لما الوحش بيظهر انظمه الدفاع كلها بتحاول تمنعه يوصل لنواه الطاقه، وبيقرر القاده في اللحظه ديت بما انهم مش قادرين يتواصلوا مع العاصمه فنائب القائد هيكون هو المسؤول، وبيقرر يعتبر ان الوحش ده هو فعلا سيد الفراغات، وبيأمر باخلاء كل المدنيين للملاجئ، وتحويل الجزيره بحالها لوضع القلعه، وتجهيز كل الجنود للمعركه. وللاسف بيكون الوحش قدر يدمر انظمه الدفاع كلها وبيوصل لنواه الطاقه. ساعتها بتبدا تاثر على كل المدينه، وليو وسيليا بيطلعوا علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. بيشوفوا في اللحظه ديت تجمعات كبيره جدا من الفراغات قريبه من مركز القياده، وبيتم اعلان حاله الطوارئ القصوى في الجزيره كلها. والمقر في الوقت ده بيجهز كل الدفاعات بتاعته، وبيكونوا في الوضع ده مستنيين الامدادات من العاصمه اللي على الاقل هتاخد لها 3 ايام لحد لما توصل. واملهم الوحيد دلوقتي هو الدفاع طول الفتره ديت، وكل الفرسان المقدسين بيجي لهم اوامر حمايه المنطقه المكلفين بيها. وبنشوف فعلا الاسلحه بدات انها تقتل في الفراغات، وبتقدر تقتل عدد كبير منهم، وكمان كل الفرسان بيستدعوا اسلحتهم المقدسه وبيدخلوا القتال. بتحاول سيليا انها تتواصل مع الاكاديميه بس ما فيش شبكه، فقررت انها تنقل الاطفال للملجا. وبعدها شاري بتظهر لليو فبيطلب منها تحمي الاطفال. بتكون سيليا لسه هتخرجهم، بس ليو بيوقفها لان بره يكون خطر عليهم، وفعلا بتكون الفراغات بره المطعم. بيخرج ليو وسيليا علشان يواجهوهم، وفعلا البنت بتنجح في الاول انها تخلص على 2. ليو كمان بيستخدم تعويذه النار وبيحرق الاثنين الباقيين. في نفس الوقت بتبدا شقوق تظهر في السماء وبيطلع منها وحوش ضخمه، وبعدها بيظهر وحش ضخم في وسط المدينه واللي هو افعى ضخمه عندها رؤوس كتيره. بتبدا بعدها الوحوش انها تهجم على اجهزه الدفاع وتدمرها، وبنرجع لليو اللي بيقرر يعمل تعويذه قويه يدمر بيها الوحش اللي قدامه. بيكون كرات نار كتيره جدا بتنزل عليه، بس للاسف مش بيقدر يقتله. لا ده بيتعصب وبيهجم على سيليا وبتلحق نفسها في اللحظه الاخيره. في اللحظه ديت بيظهر بلك من العدم وبيثبت راس الوحش. ليو هو كمان بيستخدم تعويذه جاذبيه قويه وبتنزل عليه تمحيه من الوجود، وبتبقى سيليا مظلومه من اللي هي شافته لانه قدر يقضي على وحش قوي جدا لوحده. بس مره واحده الارض بتبدا تتشقق وبيطلع منها فروع شكلها غريب، بتمسك في سيليا وبتسحبها ناحيتها، واثناء ما هي بتتسحب الحلق بتاعها بيقع، وبيحاول ليو يروح وراها علشان ينقذها بس الفروع ديت بتمنعه. بتتكون بعدها على شكل الوش اللي شفناه في الاول، وكان خلص على فريق الاستكشاف. الغريب بقى انه هو بينطق اسم ليو وشكله كده يعرفه. ساعتها ليو هو كمان بيعرفه وبيقول له ما شفتكش من زمان
كمان يا اركيل، وده واحد من الابطال الستة. بيتاكد ليو ان هو السبب في اللي بيحصل ده لانه بيبدا ينشأ فراغات كتيره تانية. بيهجم عليه بتعويذه ناريه بس هو بيهرب بسرعه لتحت الارض. ليو بيشوف العلامه اللي على ايده وبيلاقيها لسه موجوده، وده معناه ان سيليا لسه عايشه لان ديت رابطه ما بينهم هما الاثنين. بيظهر بعدها بلاك وبيقول له واضح كده ان عدوك اللدود ما حبش يسيبك بعد الفتره ديت كلها ورجع للحياه من تاني علشان يقرفك. بيرد عليه ليو ان هو اخد سيليا علشان يستدرجنا انا وما يقلقش انا انفذ له اللي هو عاوزه، وكمان هتاكد المره دي انه هيموت بشكل نهائي ومش هيرجع تاني. بيروح بعدها علشان يحمي الاطفال بس هم بيعرفوا انهم بخير. بيطلبوا منه يروح ينقذ سيليا، بيوعدهم فعلا انه هينقذها وهيرجع بسرعه. بيفعل تعويذته بعدها وبيعمل حاجز على المطعم وبيستدعي جنود علشان يحرسوهم لحد ما يرجع. بيقول في نفسه انا مش ملزم ان انا احميهم، بس ده علشان لو المكان اللي سيليا بتحبه اتاذى ده هيبوظ اسمه كملك الشياطين. بيسمع بعدها صوت غريب هو ودارك، وبيطلع فعلا صوت طالع من الحلق بتاع سيليا اللي وقع منها، وبتكون فيلت بتطلب منها تيجي علشان تساعدهم في حمايه المنطقه بتاعتهم لانهم حاليا بيواجهوا وحوش قويه جدا. بس فيلت بتتفاجئ بليو بيرد عليها وبيقول لها ان في وحش اثر سيليا وخدها معاه وعلشان كده هو هيروح ويجيبها. بتقول له لا المهمه ديت خطيره عليك، استنى المساعده هتجيلك. بس هو بيرفض لان كده ممكن حياه سيليا تكون في خطر، وبيطلب منها تتتبع الموقع بتاعها وتعرفه موقعها بالظبط. بتكون بقى رافضه في البدايه بس بعدها بتوافق وبتدور عليها وبتعرفه انها في محطه الطاقه، وعلى طول بتعرف ليو فبيشكرها على مساعدتها. وفي نفس الوقت بيكون الوحش بيهجم عليها بس بتظهر شهري وبتنقذها في اخر لحظه. بنشوف بعدها ليو على ظهر بلاك وبيتحركوا باقصى سرعه لموقع النواه لان دارك عارف الموقع ده قبل كده. بيسالوا بعدها عن السبب اللي خلاه يبعت شهري تساعد البشر، فبيرد عليه ان قدراتهم مفيده مش اكتر. دارك بقى مش بيقتنع بالكلام فبيقول له ليو انه معاه حق وانه بصراحه كده بدا يعجب بالبشر دول. بيدمر بعدها الحيطه اللي قدامه وبيوصل اخيرا لاركيل وبيبدا على طول يهجم بتعويذه ناريه عليه بس هو بيتجدد على طول. بيتكلم بعدها وبيقول له كنت فاكرك مت من 1000 سنه يا ليو، انت ازاي لسه عايش؟ فبيرد عليه ان هو كان بس ختم على روحه ورجع علشان يشوف وشه القذر. بيفضل يستفزه زياده وبيقول له اركيل ان العالم اتغير، لازم يتعاد بناؤه مع نجم الفراغ وان هو الشخص اللي القدر اختاره علشان يحقق النبوءه. بيستغرب ليو من الكلام لانه ما سمعش قبل كده بنجم الفراغ ده، وبيبدا اركيل يظهر وحوش غريبه من الفروع بتاعته. ساعتها بنشوف سيليا اللي اركيل حاجزها بتسمع صوت ليو، وبعدها بنشوف دارك بيقول ليو ان الطاقه بتاعتهم هما الاثنين بدات تقل، وغالبا كده لانهم في مجال اركيل وهو بيمتص المنى بتاعتهم. بعدها اركيل بيستخدم الارواح اللي هو احتجزها وبيعمل كذا تعويذه في نفس الوقت وبيهجم بيها على ليو ودارك. بيتفادوها طبعا بصعوبه، ولما بيحاولوا يهجموا عليه بيكون درع يدافع بيه عن نفسه. على الناحية التانية بتحاول سيليا انها تحرر نفسها وبتستدعي السيف بس مش بتكون عارفة تتحرك. بيهجم ليو بضربة مشتركة ما بينه وما بين دارك وبتكون قوية جدا بس برضه اركيل بيصدها. ليو بقى كان كل اهتماماته ان هو يعرف مكان سيليا اللي في الوقت ده بيحصل عندها حاجة غريبة والدم بتاعها بيطلع منه شفرات صغيرة بتحررها وهو بيعرف مكانها من الطاقة بتاعتها. ساعتها ليو بيرمي عليها الحلق بتاعها واول لما بيخترق جسمها بتظهر لها جناحات، قوتها بتزيد جدا وبتقدر تقطع الفروع اللي حجزها وبتتحرر. بعدها دارك بيعتذر لليو لانه مش هيقدر يقاتل شويه وعايز يرتاح. بيروح بعدها ليو يلحق سيليا قبل ما تقع ومش بيديهم اركيل وقت يستريحوا وبيهجم على طول. وهنا ليو بيطلب من سيليا تحميه لانه عنده حل يخلص بالمعركه كلها، وفعلا بتجرح نفسها وبتستخدم انصال الدم وبتقطع بيها الفروع اللي بتحاول تهجم عليها. بيطير بعدها ليو وبيحاول يسحب حاجه من العصايه بتاعته وبيسال دارك اذا كان متاكد من اللي بيعمله ده. وبنرجع بقى احنا سؤال الماضي علشان نفهم ايه اللي بيحصل. بنشوف ليو بعد ما تحول لملك الظلام واقف قدام حاكمه التمرد وبتكون جايبه له هديه بمناسبه انجازاته، واللي بيكون عباره عن سيفه المقدس القديم اللي اتحول بقوى الشر للسيف الشيطاني. بتقول له ان السيف ده هيدي لك قوه مرعبه بس هو كمان عنده اراده خاصه بيه وفي شرط علشان تفعيله، والشرط هو انه يكون سحب السيف بهدف حمايه مملكته. بنرجع ساعتها للحاضر وليو بيقول له انه خلاص اقر ان المدينه السبعه ديت هتكون مملكته، وده معناه ان كل اللي فيها رعايه عنده وهو ده الشرط اللي هينفذه علشان يسحب السيف. فعلا بينجح ان هو يسحبه. اركيل بيتصدم اول لما بيشوف سيف بالقوه ديت، وفعلا بيكون عنده حق لان ضربه واحده من السيف بتكون كفيله انها تمحيه من الوجود. وبعد لما بيموت كل الفراغات بتبدا تختفي بالتدريج، وفي غرفه القياده بيتفاجئوا من اللي حصل وبتجيلهم اشارات ان كان في انفجار طاقه وبسببها سيد الفراغات مات، واعتبروا يعني انها ضربه حظ، ومحدش طبعا كان عارف ان ليو هو اللي ورا الحوار ده. وبنشوف ان دلوقتي ده كان في سفينه ملكيه جايبه الامدادات، بس بعد ما سمعوا ان تم القضاء على الوحش بيفكروا انهم هيرجعوا، بس الاميره بتأمرهم يكملوا في طريقهم علشان هي بقالها كتير ما راحتش لهناك. المدينه طبعا بتكون اتأثرت بالمعركه
المعركة ديت، وفي حاجات كتيرة اتدمرت حتى محطة الطاقة، وبيعتمدوا حاليا على الألواح الشمسية علشان يمدوا الجزيرة بالطاقة. بنشوف بعدها ليو بيدخل المخزن علشان يعرف معلومات زيادة عن الأرض اللي المفروض بقت المملكة بتاعته، بس بيلاقي طائر بيقول له إن هو لازم تصريح من مكتب الإدارة علشان يقدر يدخل، وده علشان يجمعوا البيانات ويعرفوا إذا كان ينفع يدخل ولا لأ. بيتفاجئ ليو من الطائر ده لأنه روح، وكان مفكر إن الأرواح كلها ماتت، وهو واقف بيتفاجئ بريجينا بتيجي من وراه وبتقول له عايز تدخل المخزن ليه؟ فبيقول لها أنا عايز أجمع معلومات عن المكان اللي أنا كنت محبوس فيه، وطبعا ديت مش الحقيقة، بس هو قال لها كده علشان تعديه. بتكرر ريجينا تساعده وبتكلم الطائر علشان يدخله، وفعلا بعد مراجعة بياناتها بيسمح لهم بالدخول. وأثناء ما كانوا جوه بيسأل ليو ريجينا على الطائر ده، فبتعرفوا إن الأكاديمية هي اللي صنعته، فبيتفاجئ أكتر لأنهم كده يعتبروا صنعوا روح، وبيسألها بعدها عن الأرواح الحقيقية، فبتعرفوا إن من بداية غزو الفراغات هربت الأرواح كلها للغابات القديمة. وبيجي لهم بعدها إشعار على التليفون إن في احتفال بمناسبة إنهم قدروا يقضوا على غزو الفراغات، والفصيل بتاعهم مدعو للحفلة ديت. وكمان في حدث مميز جدا وهو إن الأميرة الرابعة إريتريا هتحضر. بنشوف بقى في مكان ما أشبه بالغابة تجمع أنصاف الوحوش اللي عندهم صفات البشر والوحوش في نفس الوقت، بيكونوا أعراق مختلفة بس متحدين تحت اسم تحالف ألفا، وبيقرروا إن حفلة الاستقبال ديت هتكون فرصتهم علشان يخطفوا الأميرة، وهيقدروا بعدها يطلبوا تحرير أصحابهم اللي محبوسين في العاصمة الملكية. بتتكلم واحدة اسمها إلزا وبتقول إزاي هنحارب البشر وهم عندهم السيوف المقدسة وإحنا لأ. ساعتها بتظهر واحدة وبتقول لهم أنا عندي الحل اللي أنتم محتاجينه، هديكم قوة أقوى من السيوف المقدسة. بتبدأ تفعل تعويذة على واحد منهم، وبعدها بيقدر يستدعي سيف قوي جدا. بيفكروا بقى إن هو سيف مقدس، بس هي بتصحح لهم المعلومة وبتعرفهم إن ده سيف شيطاني، وهتديهم القوة ديت في مقابل إنهم يخطفوا الأميرة بالسفينة بتاعتها ويسلموها الفرسان المقدسين وهم أحياء. بيسألوها بعدها عن اسمها فبتعرفهم انها شرناك ساحرة الظلام. بعدين بقى ليو بيروح للمينا في وقت وصول الأميرة والكل بيقف علشان يستقبلها، ومن بعيد بتكون ريجينا بتراقب الأميرة، وبيجي باقي الفريق وبيستغرب ليو ان ريجينا مش معاهم، فبيعرفوا ان عندها ظروفها الخاصة. بتيجي بعدها بنت وبتندى على سيلينا وبنعرف ان اسمها فينرا، والاتنين بيقعدوا يتخانقوا مع بعض وكالعادة فيلت اللي بتفض الخناقة. فينرا بقى بتروح علشان تمشي بس قبلها بتبارك لسيلينا انها اخيرا ايقظت سيفها المقدس. على الناحية التانية في سفينة الأميرة بيظهر قائد الوحوش اللي اسمه داياس، هو والمساعد الديب بتاعه، بيقتلوا الجنود اللي بيراقبوا وبيتنكروا على شكلهم، وبتبقى بعدها الحفلة على السفينة وكل واحد بيستمتع بوقته الخاص. أما ليو فبيكون بيراجع مخطوطة أخدها من المخزن، وبيشك إن في حد بيحاول يخفي التاريخ لأن ما فيش أي ذكر للشخصيات وأحداث الماضي اللي كان عايش فيه. بعدها بتجيله شاري اللي بتكون متنكرة في زي خادمة وبتعرفه إنها جمعت معلومات عن السفينة الملكية اللي طلعت سفينة حربية من الطراز الأول، وعندها نواة مانا ودفاعاتها زي اللي في المدينة، وكمان عندها دفاعات بتقدر تطير. بيأمرها ليو تروح تكمل جمع المعلومات وتعرف له ازاي بيقدروا يتحكموا في آليات الدفاع دي. بيجي بعدها وقت الغروب وبنشوف ان ريجينا بره السفينة ولسه ما دخلتش لحد دلوقتي. على الناحية التانية بيجي وقت خطاب الأميرة وبتتحرك علشان تروح للقاعة، بس مرة واحدة الحارس بتاعها شخص بيطعنه، وبيطلع فجأة أنصاف الوحوش المتنكرين وبيقدروا يحاصروا الأميرة، بس هي كمان بتقدر تهرب الحيوان بتاعها. وهنا بتظهر شرناك وبتقول لها مفيش فايدة للمقاومة يا أميرة. بيكونوا الضيوف في قاعة الانتظار، بس مرة واحدة بيسمعوا صوت ضرب نار، وبعدها أنصاف الوحوش بيكشفوا عن تنكرهم وبيهددوهم كلهم بالسلاح. بيقدروا ياخدوهم كلهم كرهائن، وبيحطوا واحد منهم قنبلة على شكل تفاحة جنبهم، وده علشان لو حد قرر انه يستخدم السلاح المقدس بتاعه تنفجر وتقتلهم كلهم. بيسألهم واحد من الفرسان ايه هو هدفهم من اللي بيعملوه ده، فبيرد عليه الديب انهم عايزين يحرروا اصدقائهم اللي في العاصمة. وهنا فينرا بتحاول تستفزه وهو بيغضب، وفعلا كان هيقتلها، بس زميلته بتحذره لانهم اتأمروا ما يقتلوش اي حد، وده علشان يقدموهم كقرابين للحكام. وطبعا اول لما بيسمع ليه الكلام ده بيستغرب جدا، بس بعدها بيتكلم بصوت واطي مع سيلينا، بيعرفها انه هيروح ويطمن على سلامة الاميرة، وفجأة بيختفي من جنبهم، محدش بيلاحظ ان هو كان موجود اصلا. بنشوف بعدها الاميرة في غرفة القيادة مع شرناك والباقي، وبيتفاوضوا معاها انها تخلي السفينة تتحرك باتجاه العاصمة لانها الوحيدة اللي عندها القدرة على كده، وبيقولوا لها لو عملت كده هيحرروا بقية الناس اللي على السفينة، وفعلا بتسمع كلامهم. بس مرة واحدة بيظهر على الرادار اللي قدامهم فراغات من نوع الشعب المرجانية، وطبعا هيموتوا لو اتحركوا لهناك، فبيحاول الاسد يخليها تغير المسار بس شرناك بتمنعه. بتظهر بعدها هنا وشها الحقيقي وهي مش مهتمية اصلا بالخطة بتاعتهم، وعايزة تقدم كل اللي على السفينة كقربان. بيحاول الاسد يمنعها بالقوة بس هي بتستخدم قوة السيف اللي ادته له وبتخلص عليه. فعلا بتبدأ السفينة تتحرك من المينا، بس بيكون الحيوان الاليف بتاع الاميرة خرج. بيقابل ريجينا بالصدفة وبتسمع رسالة الاميرة المتسجلة، بتعرف انها في خطر فبتتحرك بسرعة ناحية السفينة، وبتنجح انها تخش
جواها. بتلاقي في وشها مين يا صديقي؟ ايوه هو ليو. اول ما بتشوفه بتطلب منه المساعده علشان ينقذوا الاميره، وبنتفاجئ كلنا انها بتقول له ان الاميره تبقى اختها الصغيره. بنرجع بقى للماضي علشان نفهم اللي حصل، وهو ان كان في واحده من الليالي فيها نجمه حمراء تعتبر نذير للشؤم، وفي الليله ديت اتولدت طفله للملك، والتقاليد بتقول انهم لازم يقتلوها، بس واحد من النبلاء بيتدخل وبيترجى الملك ان هو ما يقتلهاش، فبيزيفوا موتها وبيدوها للنبيل ده يربيها. وبعدها بفتره النبيل ده مراته بتخلف بنت، فعلشان يخفوا هويه الاميره المنبوذه بيخلوها هي الخادمه بتاعت بنتهم. وهي ديت قصه ريجينا اللي كانت جايه علشان تشوف اختها من بعيد. بيعرفها ليو ان انصاف الوحوش هم اللي عملوا كده، وغالبا القائد بتاعهم هيكون في غرفه القياده. وبعدها بيخلوا الحيوان الاليف بتاع الاميره اللي بنعرف ان هو عباره عن روح يدلهم على الطريق. بيوصلوا لغرفه القياده بس مش بيلاقوا حد فيها، وكمان لوحه التحكم بتكون مقفوله على وجهه واحده، محدش ينفع يغيرها غير الاميره وبس. بس ليو هنا بتجيله فكره وبيسال ريجينا اذا كانت تقدر تتواصل مع الاميره عن طريق الروح اللي معاها، بما انها عندها الدماء الملكيه هي كمان. بتقول له ان ده ممكن، بس هي خايفه ان كده الاميره تعرف بوجودها، فبيرد عليها احنا في ولا في ايه، وبيشجعها تكلمها. وفعلا بتبدا تتواصل معاها، بتسالها الاميره عن هويتها، فبتقول لها تعرفها بعدين، بس حاليا هي لازم تعرف مكانها بالظبط. بتقول لها الاميره انهم متجهين للسطح، بس دلوقتي السفينه في خطر لانها بتوجهها ناحيه فراغات الشعب المرجانيه، وعلشان كده بتطلب منها تستخدم الروح وتتحكم هي في السفينه وبتديها رمز الدخول. بتكون ريجينا بقى عايزه تطلع تنقذ اختها، بس ليو بيقول لها اتحكمي انت في السفينه وانا هروح انقذها، وبيتحرك بسرعه ناحيه السطح. على الناحيه الثانيه فيليت بتكلم سيليا وبتقول لها انا قدرت احلل بيانات القنبله، وبنكتشف انها كانت حاطه واحده من الاسلحه بتاعتها من اول ما دخلوا السفينه. بتعرفها بعدها ان عصايه العجوز هي اللي بتدي اشاره الانفجار، فبتقرر سيليا تستخدم قدره مصاص الدماء، وبتعمل حبل رفيع علشان توصل بيه للعجوز. في الاثناء ديت بتبدا فينرا تستفز الدب من تاني، ومره واحده بيطلع صوت كسر، وبتكون ديت ساكويا اللي فكت نفسها وراحت علشان تاكل قدام الكل عادي. بتستغل سيليا الفوضى اللي بتحصل وبتدي الاشاره لفيليت اللي بتشوش على العجوز. سيليا بقى بتقدر تكسر العصايه بتاعته، وبعدها الباقي بيهجموا على انصاف الوحوش وبيثبتوهم. بياخدوا بالهم بعدها ان السفينه بتتحرك ناحيه فراغات الشعب، وكده حياتهم كلهم في خطر. وفعلا بتبدا الفراغات تدخل وبتهجم عليهم. بعدها ليو بيتواصل مع سيليا وبيشرح لها الوضع، وبيطلب منها تروح تساعد ريجينا اللي حاليا بتحاول توصل لقلب السفينه، وده علشان تتحكم فيها وتنقذهم. وبنشوف ان شرناك معاها الاميره وبتطلع على الطياره، وريجينا بتحاول توصل لمركز السفينه، بس في وحوش قدامها بتظهر، وكمان سيليا وباقي الفريق بيظهروا بيقتلوا الوحوش ديت. بيفتحوا لها الطريق علشان توصل لهناك، بيقتلوا شويه وحوش محترمين، بس بعدها بيظهر واحد اقوى من الباقي. هنا بقى بتقول لهم ساكو يتحركوا انتم وسيبوا ده ليا، وفعلا بيتحركوا وبيوصلوا اخيرا لمركز السفينه. وبتبدا ريجينا تتواصل مع الروح وتغير اتجاه السفينه بسرعه. وفي قاعه الضيوف بتكون الفراغات خلاص هتهجم عليهم، بس مره واحده بتظهر شاري وبتخلص على الكل، وبعدها بتختفي في ثانيه. بالنسبه بقى لشارناك فكانت خلاص هتطير بالطياره، بس بيظهر ليو وبيوقفها. بينزلوا وبيسالوا عن الهويه بتاعته، فبيقول لها ان هو ملك الشياطين اللي هي اتجرأت واعتدت على مملكته. بتتعصب جدا ان هو بيستخدم الاسم ده وبتهجم عليه، بس هو بيصدها بكل سهوله. بيسخر منها لان الضربه اللي استخدمتها ديت كانت تعويذه هو اللي عملها زمان. بيستخدم بعدها قوه الظل بتاعته وبيكتفها، وبيسالها ايه هدفها من اللي بتعمله. بتعترف البنت وبتقول له انها عايزه تقدم الفرسان المقدسين دول كقربان لواحد من الحكام، فبيسألها مين الحاكم ده، وقبل ما بتنطق باسمه بيظهر سيف ضخم بيخترق جسمها. وبيبدأ بعدها السيف ده يتحول لوحش مرعب قوته ضخمة، ممكن حتى توصل لقوة أركيل واللي هو قوة بمستوى ملك الفراغات. وبتبدأ كمان بوابات تظهر وبيخرج منها فراغات صغيرة، وبيهجم الوحش على ليو اللي بيحاول يتفادى ضرباته كلها. ريجينا بقى بتتحكم في الأسلحة بتاعة السفينة وبتهجم على الوحش، حتى إنها بتبعت سيليا لأرض المعركة في واحد من الصواريخ علشان تساعدهم. ليو بيطلب منها توفر له شوية وقت لحد ما هو يجهز السيف الشيطاني بتاعه من تاني. بيجهز فعلا ضربة قوية جدا وبيقدر ينسف بيها الوحش اللي قدامه، وبكده قدر يخلص السفينة من الخطر اللي عليها، وبتوصل بأمان للمينا. بنشوف بعدها بقى الأميرة وكل الفريق قدامها وبتشكرهم على مساعدتهم، وبتسأل عن الشاب اللي هي شافته في أرض المعركة، فبيعرفوها إنه تعبان. بتسأل بعدها عن البنت اللي كلمتها، بس برضه بيعتذروا لأن عندها ظروف خاصة ومش هتقدر تيجي، بس هي بتبعت لها رسالة شكر. وبيكون في اللحظة ديت ليو قاعد في أوضته متكسر بعد ما فقد كل المانا لما استخدم السيف الشيطاني للمرة
القارة التانية. بنشوف بعدها بفترة الجنود رايحين للأرض اللي كان فيها أنصاف الوحوش والإلف، وكانوا عايزين ياخدوا باقي أنصاف الوحوش في المكان بتهمة التآمر على خطف الأميرة. فعلا بيوصلوا لهم وبيهددوهم بالسيوف المقدسة بتاعتهم، بس مرة واحدة بيسمعوا صوت بيقول لهم مين اللي سمح لكم تقربوا من أرضي، وبتتفعل عليهم تعويذة التحجير. وبيظهر بعدها ليو وهو متنكر وبيكلم أنصاف البشر والإلف، بيعرفهم إن التحجير ده يتشال بعد دقيقة واحدة. بيعرض عليهم إن هم يبقوا أتباعه وهيخلصهم من الموقف اللي هم فيه. مش بيكون عندهم أي حل غير إنهم يوافقوا، فبيعمل لهم مدخل لمتاهة تحت الأرض يستخبوا فيها، وبيأمرهم يستنوا الأوامر بتاعته. بعد بقى لما بيخلص معاهم بيروح للبيت عادي، وبتكون ديت واحدة من خطواته إن هو يرجع يجمع جيش الشياطين من تاني. بيروح بعدها علشان يفطر، وسيليا بتسأله هو كان فين، فبيكذب وبيقول أنا كنت بتدرب علشان المنافسة بتاعتي النهاردة. وبيطلع إن في منافسة تدريبية ما بين الفصائل، وهيكون الفصيل بتاعهم ضد فصيل فينرا. وبتكون سيليا متحمسة جدا علشان ديت أول مرة هتواجه فيها فينرا بعد ما يقظت السيف المقدس بتاعها، وكانت عايزة تاخد حق كل الإهانة اللي كانت بتتعرض لها منها قبل كده. بنروح بقى لوقت المسابقة، وبيكون إن كل فصيل عنده أعلام فرعية وعلم رئيسي، والمفروض إن كل واحد يدمر علم التاني، والفصيل اللي علامته هتخلص الأول هيخسر في المنافسة. وبنشوف إن فصيل سيليا عامل خطة علشان يشتت الفصيل التاني، وهتتحرك هي وليو علشان يوصلوا للعلم الرئيسي بتاعهم، على أمل يعني إن القائدة اللي هي فينرا تكون مش موجودة هناك. بس مرة واحدة بيلاقوها في وشهم، والسلاح المقدس بتاعها واللي بيكون عبارة عن ذئاب الجليد بيقدر يسيب سيليا، وبتكون فضلت موجودة مخصوص علشان تقتلها. بيكون في واحدة بقى من أعضاء فريقها المفروض إنها تقتل ليو، أما هي فهتقتل سيليا. بيجهزوا الأربعة، بس فينرا بتقدر إنها تحجز سيليا بالجليد بتاعها وبتخليها عاجزة عن التحرك. وبالنسبة لليو فهو بيخلص الموضوع بسرعة، وبقوة الظلام بيهجم على البنت اللي قدامه بيخليها تفقد الوعي. سيليا بقى بترفض إنها تستسلم، وبتنجح إنها تكسر الجليد وبتهجم على البنت، وفعلا بضربة قوية بتخليها تفقد الوعي هي كمان. وبكده بيكون فصيل سيليا هم اللي كسبوا. بنسيبهم احنا وبنروح لمكان غريب تحس إن هو مهجور، وفي واحد هناك اسمه نيفاكس عمال يحط سيوف شيطانية في حجر غريب، وبيقول إن شاروناك كانت ماشية كويس بس ظهر عائق في الخطة بتاعتهم. أنا أتمنى دلوقتي أعرف مين هو الشخص اللي قتلها، بس ده مش مهم لأنك خلاص قربت تستيقظ يا حاكم النبوءة. وبنشوف بعدها شيء غريب بدأ يظهر في السماء، وزي ما هو متوقع الإشارات ديت بتوصل لمقر القيادة، وفورا بيكون في استدعاء لفصيل سيليا، والقائدة بتعرفهم إنهم لقطوا إشارات في آخر مكان كانوا يتوقعوه، واللي هي المدينة اللي اتدمرت قبل 6 سنين، المدينة الثالثة. بيظهر فيها إشارة فراغ، والمدينة بحالها بتتحرك ناحيتهم، بس هم عايزين يروحوا يستكشفوا المدينة الأول لأنهم لقوا فيها إشارات استغاثة برضه، وممكن يكون حد لسه عايش هناك. وكمان عايزة منهم يروحوا يفحصوا مركز الطاقة اللي في المدينة. بتسأل سيليا بقى القائدة السبب اللي خلاهم يختاروا الفصيل بتاعهم بالذات، فبترد فيليت أكيد لأنك كنت بنت ذوق المدينة ديت، بس القائدة بتقول إن ده ممكن، بس أنا واثقة من قدراتكم في المهمة ديت. وفعلا بيجهزوا وبيتحركوا تاني يوم على طول، وقبل ما بيتحركوا ليو بيستدعي بلاك وشاري، وبيعرفهم إنه حس بحاجة من القوى المقدسة القديمة من المكان اللي هم رايحين له، فعايز يروح يستكشف إيه السبب. بيأمر بعدها بلاك يفضل هنا ويحمي المكان في غيابه، أما شاري فهتيجي معاه. وبعدها بيتحركوا على الطيارة على طول، ولأن الطريق طويل بينام في السكة، وبيحلم بذكرياته القديمة مع روزلينا لما بتقول له إنها خلاص قربت تختفي. افتكرها بتهزر، بس هي بتقول له إن ديت حقيقة وهتتجسد تاني بعد 1000 سنة. بتسأله بعدها إذا كان هيدور عليها، فبيقول لها أنا وعدك من دلوقتي بصفتي ملك الشياطين هدور عليكي في كل ركن من أركان العالم لحد ما الاقيكي. بيصحى بعدها من النوم وخلاص الطيارة كانت وصلت للوجهة بتاعتها، واللي هي المدينة الثالثة المتدمرة. بينزلوا بيبان قد إيه المدينة مهجورة، وبتقسمهم سيليا الفريقين، هي وليو هيروحوا يفحصوا مركز الطاقة، أما الباقي فيروحوا يشوفوا إشارة الاستغاثة. وبعد ما بيبدأوا يتحركوا بيستدعي ليو شاري وبيأمرها تروح ورا فريق البنات. البنت بقى بتكون متضايقة علشان عايزة تبقى معاه، بس هو بيقول لها إن هي لازم تحميهم، وده لأنه بيعتبرهم رعاية من مملكته. بيتحرك بعدها مع سيليا اللي بتقف مرة واحدة وبتبدأ تفتكر ذكرياتها في المكان ده، وبتزعل لما بتتأكد إن كل حاجة خلاص اختفت. بيحاول ليو يهديها، بس مرة واحدة الجهاز بتاعها بيلقط إشارة سحرية كبيرة، وهجوم من العدم بيتضرب عليهم، وده بيخلي سيليا تقع على الأرض وعمود الكهرباء بيقع على ظهرها. وبعدها بيظهر وحش ضخم في السماء، وده هو اللي هاجمهم. بنرجع احنا بقى بالزمن شوية وقت بالظبط، وقت هبوط طيارة سيليا واللي معاها. بتظهر رياح غريبة في المدينة وبتطلع منها بنت من الإلف، بتطلع كده على واحد من المباني وبيجي لها نيفاكس، بس هي بترفع عليه السيف وبتقول له انت مين. بيعرفها بنفسه وبيقول لها اتشرفت بمقابلتك يا بطلة، وبنعرف ان ديت واحدة من الأبطال اللي كانوا موجودين من 1000 سنة، بطلة الإلف مارولي. بيقول لها انا عارف هدفك، بس للأسف احنا هدفنا عكس بعض بالظبط، مش مهمتك برضو انك تتخلصي من وعاء الحاكم، اما انا بقى فهدفي هو حراسته. بتهجم عليه مارولي بس هو بيختفي في لحظة. بيظهر بعدها على ظهر وحش ضخم جدا، وهو ده اللي كان بيهاجم ليو. بنسيبهم هنا وبنروح للحاضر، وبنشوف ان الوحش ده بيحاول يهجم تاني على سيليا اللي ما كانتش قادرة تتحرك، بس ليو بيستخدم مهارة الظل وبينزلها تحت الأرض. بيهجم بقى الوحش عليه بس هو بيصد ضربته، وبيعرف
بيعرف وقتها ان هو فراغ تجسيد للمحاربين القدامى. وهنا بيقولوا ليو خلينا اوريك القوه الحقيقيه. بيستخدم تعويذات قويه جدا وبينجح في دقيقه واحده بس يدمره تماما. بيروح بعدها ليو علشان يطمن على سيليا، وللاسف بيكتشف ان رجليها مصابه. وهما بيتكلموا بيحس بحد بيقرب منهم وبيجهز ليو علشان يقتلهم، بس سيليا بتوقفه لانها عارفه الشعار اللي على هدومهم، وبيطلع انه شعار عيلتها، والاشخاص دول هم ارواح الحراس بتوع ابوها. بتتصدم سيليا اول لما بتشوفهم، بس ليو بيكون عارف ان ديت كانت حاجه عاديه في العصر بتاعهم، وهي ان الارواح تفضل على شكل مانا في المكان اللي اتقتلوا فيه. بيعرفها قائد الحراس انهم هم اللي بعتوا الاشاره الاستغاثه، بس بعتوها كتحذير علشان ظهر في المدينه ديت سيد فراغات تاني، واللي حصل قبل 6 سنين هيتكرر بس في المدينه السابعه. وسيد الفراغات ده اندمج حاليا مع محطه الطاقه، واستيقاظه هيكون مجرد وقت، وعلشان تاثيره ده هم ظهروا. بتقول سيليا انهم لازم يتاكدوا من المعلومات ديت، فبيقترح عليها رئيس الحراس انهم يروحوا للقصر، وبيجيب لها العربيه اللي هتروح فيها بس علشان يوصلوا اسرع. ليو بقى بيستخدم احصنه عباره عن هياكل عظميه يشدوا العربيه بسرعه. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف فريق ساكويا اللي بيكونوا وصلوا للمكان لما سمعوا اصوات المعركه، بس ما لقوش حد هناك. وهنا بياخدوا بالهم من ماوري اللي كانت مستخبيه وحست بالخطر من ناحيتهم وهجمت عليهم، ولكن ساكويا بتقدر تتصدى ليها. بتعرف بعدها انها قويه جدا وبيبدا القتال ما بين الاثنين. الغريب بقى ان ساكويا هي اللي كانت هتفوز ووقفت السيف في اخر لحظه. بنعرف انها عملت كده علشان ماوري كانت مصابه نتيجه قتالها مع نيفاكس اللي بيكون حاليا في محطه الطاقه وبيجهز لاستيقاظ سيد الفراغات. نرجع بقى لليو وسيليا اللي بيكونوا في العربيه، وفيليت بتنجح اخيرا انها تتواصل مع سيليا بعد ما الاتصال كان مقطوع. بتعرفها سيليا ان ممكن يكون في سيد فراغات موجود في المدينه وهم رايحين حاليا علشان يتاكدوا، فبترد عليها فيليت انهم هيعالجوا المصابه اللي معاهم ويلحقوهم. بعدها ليو بيقول لسيليا انا جايب لك هديه، وبيطلع لها فستان، بس ما كانش فستان عادي. الفستان ده هيقدر يخليها تتحكم في المانه بتاعت مصاصين الدماء، وده يخليها تقدر تطلع قدراتها الحقيقيه، وبيديها كمان تعويذات حمايه على شكل ميداليات. بنروح بقى لفريق سيليا اللي خدوا مارولي وعالجوا جروحها، وبتعتذر لهم لانها فكرتهم تبع نيفاكس. بتدور عليها فيليت بقى في قاعده البيانات الخاصه بالالف، بس مش بتلاقي اي معلومات عنها. بتسالها بعدها هي مين بالظبط وبتعمل ايه هنا، بس مارولي بترد عليها بنفس السؤال. فبيعرفوها انهم من المدينه السبعه وجايين في رحله استكشافيه لهنا. بتعرفهم هي كمان انها جايه في مهمه قتل الحكام ومش بيفهموا كلامها. بتشكرهم بقى على مساعدتهم وبتقول لهم انا لازم امشي دلوقتي، بس ساعتها بطنها بتطلع صوت من الجوع فبيدوا لها اكل. بتكون شارلي بقى موجوده في المكان وعارفاها كويس لانها واحده من ابطال البشر اللي اتدربت على ايد واحد من الابطال السته، وكمان حاولت كذا مره تتسلل لقلعه ملك الشياطين وتقتله. بنروح عند نيفاكس اللي بيجي له واحد من اتباعه بيبلغه ان الوحش اللي هو بعته اتقتل، فبيستغرب جدا لان ماولي كانت مصابه، وبيقول ان ممكن يكون حد تاني هو اللي قتله. على الناحيه الثانيه بتكون سيليا وليو وصلوا للقصر القديم، وسيليا بتبدا تفتكر ذكرياتها في المكان ده، وبتحس بحزن جديد لحد لما بتطلع للاوضه اللي المفروض كانت مكتب ابوها. في اللحظه ديت بيستخدم الارواح قدراتهم علشان يعملوا وهم لتجسيد الذكريات القديمه، وبتشوف سيليا نفسها وهي صغيره لما كانت قاعده مع ابوها وبيحكي لها قصه، وساعتها مش بتقدر تمسك دموعها. بس مره واحده الوهم ده بيتكسر بصوت غريب، وبتشوف قدامها نيفاكس. اول لما بتشوفه بتستغرب وبتساله اذا كان واحد من البشر الناجين، وهنا طبعا هو بيحس بالاهانه لانها شبهته بالبشر، وقرر ان هو يعاقبها ويقتلها. وفعلا بيرمي عليها تعويذه نار قويه، وبيسمع عليه الصوت من تحت فبيطلع جري. بيشوف سيليا قدامه مصابه وفاقده الوعي. بيفكر نيفاكس ان هو بالغ في استخدام تعويذه قويه زي ديت قدام مجرد بشريه، بس لما النار بتتشال بيتفاجئ من اللي شايفه قدامه 3 هياكل عظميه صدوا الضرب على سيليا، فبيفكر انها قويه لدرجه ان عندها قدره استدعاء الموتى، وبيكون لسه هيهجم عليها. بس هنا بيظهر ليو اللي كان خايف جدا على سيليا وبيهجم بتعويذه قويه على نيفاكس بالطياره بعيد. بيروح بعدها يطمن على سيليا، وبنعرف ان ال3 هياكل عظميه دول هي الميداليات اللي هو اداها لها في العربيه. بيقطع كلامهم نيفاكس اللي بيضحك وبيتفاجئ بليو وانه لسه عايش بعد التعويذه القويه اللي هو اصابه بيها. بيهجم نيفاكس عليه بس ليو بيقدر يصدها وبيجمد النار بتاعته. بيساله بعدها انت مين وايه هدفك، بس قبل ما بيتكلم بيحصل زلزال في المكان، وهنا نيفاكس بيقول اخيرا القديسه تيريس استيقظت وهي ديت اللي هتكون وعاء للحاكم، وبكده مهمته خلصت. عايزين حاجه بقى. بيقول الكلمتين دول وبيفتح شقه وبيختفي فيه. ليو بيكون متفاجئ جدا لان تيريس ديت واحده من الابطال السته، وبيسال نفسه مين ممكن يكون الحاكم اللي هي هتكون وعاء ليه. هل ممكن تكون روزالينا؟ بس في اللحظه ديت بيشوف من بعيد تمثال ضخم وحواليه فراغات كتيره جدا، وبنعرف ان هي ديت تيريس فعلا. على الناحيه الثانيه بنشوف فيليت وباقي الفريق شايفين اللي بيحصل، فبيبلغوا القياده في المدينه السبعه بسرعه علشان يخلوها، واملهم دلوقتي انهم يحاولوا يخلصوا على ملك الفراغات علشان كل ده يخلص. بنشوف بعدها تيريس بدات تتحرك والفراغات بتنتشر في المدينه بحالها، وبيبدا القتال عند سيليا وفريق ساكويا حتى الهياكل العظميه. بس العجيب ان كل لما بيهجموا عليهم بيتجددوا بسرعه جدا. فبيقول لهم ليو انه
ونقطة ضعفهم راسهم. اول لما بيهجم على راسهم جسمهم بيتفتت تماما. بنشوف بعدها فيلت بتدور على مركبات علشان يتحركوا بيها، وبتروح مارولي وراهم وهي مصابة. القتال بيستمر واعداد الفراغات مش بتنتهي، وهنا ليو بيجيب اخره بيتوجه ناحية تيريس نفسها. بيقول لها ان الضربة اللي هو هيوجهها ديت هي ممكن تصدها بقوتها الحالية، بس هو برضه هيجرب. بيبدأ يكون تعويذة من المستوى العاشر، وده مستوى عالي جدا، بيوجهها ناحيتها. اول لما بتلمسها جسمها بيبدأ يتدمر، بس الغريب انها بتتجدد من تاني بسرعة كبيرة جدا. المشكلة بقى انها بتقرر ترد وبتعمل بوابة سحرية ضخمة بيطلع منها اعداد كتيرة جدا من الصخور النارية، بتدمر بيها كل اللي قدامها حتى حلفائها، وبيبدأ المشهد كأنهم حرفيا في النار. في نفس الوقت ده بتكون فيلت مع الفريق بتحاول تخترق نظام المركبات علشان يستخدموها، اما ليو فاستعمل درع قدر يحميهم من الهجوم المهول بتاع تيريس. بعدها بتبدأ تهجم الفراغات باعداد كبيرة من تاني، وليو بيطلب من سيليا والهياكل العظمية يحموه وهو هيخلص عليهم. وفعلا سيليا بتستخدم قدرة مصاص الدماء، وبتبدأ هي والهياكل العظمية يقتلوا في معظم الفراغات اللي قدامهم. بيفتحوا الطريق لليو اللي بيقدر يوصل قدام تيريس على طول، وبيجي دور ورقته الرابحة. بيطلع السيف الشيطاني وبيجهز ضربته علشان يخلص عليها، بس المرة دي بيحصل حاجة ما كانتش متوقعة نهائي. السيف مش بيرضى يتحرك. بيسمع صوت طالع من تيريس، صوت مألوف على ودانه بيصدمه، بيخليه مش قادر يصدق نفسه. ايوه صوت روزولينا وهي بتقول له انت ناوي تقتلني بالسيف ده. بيبقى ليو مش مصدق اللي بيسمعه، بيتعصب جدا وبيهجم بالسيف، بس هي بتكون درعه وبتصد الضربة بسهولة، وبتكون بعدها اسهم كتيره جدا وبترميها في كل مكان. واحد من الاسهم ديت بيخترق جسم ليو، وبتخاف سيليا جدا عليه، بس مش بتلحق تروح تطمن لان تيريس بتستعد علشان تنفذ هجوم ضخم زي اللي فات. البنت ما كانتش عارفه تعمل ايه، بتفقد اعصابها، ومره واحده الفستان اللي ليو اداهولها بيتفعل. بتقدر تهجم بضربه قويه جدا على تيريس، بتخليها تفقد توازنها وبتقع على الارض. بتروح بسرعه تطمن على ليو اللي بيكون حاليا بيفتكر ذكرياته مع روزالينا، وهي بتقول له انا عايز اطلب منك طلب، لو بعد 1000 سنه انا اتحولت لكائن تاني غيري انا عايزاك تقتلني. ليو بيتصدم من اللي هي طلبته، بيرفض طبعا لانه مستحيل يعمل كده. بترد عليه انا كنت متوقع ردك ده، وعلشان كده انسى كل اللي انا قلته لك، بس لو حصل وتحولت للكائن فعلا فانا عايزك تسمع للسيف اللي انا اديته لك، هو هيرشدك لمصيرك، وكمان عايزك تدور على نفسي الحقيقيه. بنشوف بعدها في الحاضر ليو بيفوق وهو في حضن سيليا بعد ما شاركت دمها معاه، وبيقول اذا كان السيف ده هو اللي هيوديني لورزلينا فمستحيل كنت اقدر اهاجمها بيه، واكيد اللي هناك ديت عباره عن مزيفه لازم تموت. وفعلا بنشوف ان تيريس بتبدا تتجدد من الضرر اللي سيليا اصابتها بيه، وبتساله سيليا على اصابته، فبيرد عليها انها اتعالجت بفضل الدماء بتاعتها، وهو يعني دلوقتي كويس. بيطلب منها بعدها حته من الفستان علشان يصلح هدومه، وبيجهز علشان يرجع للقتال. المشكله بقى ان بعد اللي حصل بتكون قوته نقصت، بس اكيد ما فيش مجال للاستسلام. وهنا بيجي له قائد الفرسان اللي عباره عن روح، وبيطلب منه يستخدم ارواحهم في القتال لانه اكيد هيقدر يحولها لمانا. بيرد عليه ليو ان هو اكيد هيقدر، بس ده هيخليكم تختفوا. قائد الفرسان والكل ما بيكونش عندهم مشكله. واحد كمان من الارواح بيقول له اذا كانت ارواحنا مش كفايه فارواح كل اهل المدينه عايزينك تستخدمهم، وده لانك بتدي لهم فرصه للانتقام. بيعرف ليو ان تجسيد الارواح ده بسبب قوه تيريس نفسها، وبيوافق على عرضهم، وده علشان ينفذ لهم اخر رغبه ليهم قبل ما يموتوا. بيطلع فعلا كره سحريه من السيف، وبيبدا يمتص فيها كل ارواح اهل المدينه. بيجي دور الفرسان، بس هو بيطلب منهم يستنوا لانه عنده ليهم مهمه تانية. بيستدعي جثث هياكل عظميه وبيخليهم يندمجوا فيها علشان تكون اجسام ماديه ليهم ويقدروا يقتلوا بيها. بيأمر سيليا انها تكون القائده بتاعتهم لحد ما هو يجمع طاقه للسيف الشيطاني، وفعلا بتسمع كلامه بقوتها بتكون لهم رماح علشان يقتلوا بيها، وبيبداوا فعلا كلهم يقتلوا في الفراغات اللي قدامهم. وفي الوقت ده ليو بيكون بيجمع باقي الارواح اللي محتاجها للهجوم. نرجع بقى لفريق ساكويا شويه، وبنشوف فيلت قدرت انها اخيرا تشغل المركبات. بيستعدوا علشان يوصلوا ارض المعركه، بس بتجيلهم مارولي وبتطلب منهم ياخدوها معاهم. بيكونوا رافضين في البدايه علشان اصابتها، بس هي بتفضل مصممه وفعلا بيضطروا يوافقوا وبتيجي معاهم. في الوقت ده كانت سيليا واقفه وواحد من الفراغات بيهجم عليها وما كانتش واخده بالها منه، فبتقع على الارض، بس الهيكل العظمي بيلحقها. بيحذرها انها تبالغ في استخدام قوه مصاص الدماء لانها قويه جدا وبتاثر عليها، ده غير الفستان اللي بيزود من قوتها اكتر. بتشجع نفسها بقى وبترجع تكمل في القتال، وبياخدوا بالهم كلهم من القوه اللي ليو بيجمعها قد ايه كبيره، بس للاسف الخطر مش بيستنى. تيريس بتبدا تجهز لهجوم جديد ضخم. بيقلق ليو لانه محتاج شويه
شويه وقت، بس للاسف تيريس بتبدا الهجوم وبيكون ضخم جدا وبيولع حرفيا في نص المدينه. ولحسن الحظ سيليا بتلحق ليو اللي بيحاول يحافظ على الطاقه اللي جمعها لحد دلوقتي. وسط كل ده بيكون فريق ساكويا بيتفرجوا على اللي بيحصل من بعيد وهم في طريقهم، ومره واحده بيظهر وراهم واحد من الفراغات وكان لسه هيهجم عليهم، بس بتطير المنقذه بتاعتهم شاري وبتبعدوا عنهم. في الوقت ده بيكون ليو خلاص خلص تجميع القوى اللي هو محتاجها، بس برضه تيريس بتجهز للضربه الثالثه. بتحاول كمان انها تمنعه، بتشيل واحد من المباني وبترميها ناحيته. بتتدخل سيليا بقى وبتستخدم خيوط الدم وبتفتت المبنى اللي قدامها وبتحمي ليو. بيبدا هو بقى يجهز ضربته الاخيره، بس برضه تيريس مش بتسكت وبتعمل حواليها تعويذه حمايه من الدرجه العليا. بيحس ليو ان ضربته كده ممكن تتصد، بس في الوقت ده بيكون فريق ساكويا قرب جدا، بيستخدموا قوتهم كلهم وحتى مارولي، وفعلا بيقدروا يكسروا التعويذه بتاعه تيريس. وبتيجي هنا فرصه ليو الذهبيه اللي بيسمع صوت روزالينا من تاني، بس هو المره دي بيتاكد انها مزيفه. بيهجم عليها فعلا وبتكون ديت حرفيا اقوى هجمه عملها في حياته. بيبدا بعدها بقى جسم تيريس يتفتت ومعاها كل الفراغات اللي كانت حواليها. بعد بقى ما خلاص بتختفي تماما المدينه الثالثه بتقف ومش بتتحرك. وبعد المعركه ما بتخلص بنشوف فرسان سيليا اللي ارواحهم بتطلع اخيرا، دعوها وقبل ما بيمشوا بيقولوا لها احنا حاسين بالفخر، لان اعظم شرف للمحارب انه يفضل يقاتل جنب سيده للنهايه. بيأمر بعدها ليو الهياكل العظميه تختفي، وبيروحوا بعدها يدوروا على باقي المجموعه اللي بيفرحوا جدا اول لما بيشوفوهم بخير. وبنشوف ان مارولي فقدت الوعي من التعب، وطبعا ليو بيعرفها اول لما بيشوفها. بعد شويه بقى بتوصل طيارات الدعم اللي جايه من المدينه السبعه، وده علشان الاشاره اللي فيليت بعتتها. بيطلعوا على الطيارات علشان يرجعوا للمدينه، وليو بيبص على مارولي وبيقول انا متاكد ان هجومها هو اللي كسر التعويذه الدفاعيه، بس هي ليه اصلا موجوده في العصر ده؟ اكيد في ان. المهم بيروحوا بعدها وليو بيتكلم مع داركو بيساله عن نيفاكس، فبيقول له ان هو كان خادم اذل واحد من ملوك الشياطين الثمانيه، بس حتى قبل 1000 سنه كانت الشكوك دايما حواليه، وموضوع ان هو زيف حاكمه زي روزالينا مش سهل اكيد. بتتكلم بعدها شاري وبتقول ليو يحذر كمان من بطله الالف لانهم لحد دلوقتي مش عارفين هدفها ايه، فبيأمرها ليو تفضل مراقباها لحد لما نعرف هي ناويه على ايه. بنشوف بعدها بقى ان فيليت بتدور في موضوع الثلاث حوادث اللي ظهر فيهم اسياد الفراغات، ولقت خيوط مرتبطه ببعضهم. الغريب بقى ان الخيوط ديت ليها علاقه بعيلتها، وكمان قدرت توصل لملف سري موجود في مركز القياده، بس ما كانتش قادره تفتحه. بنسيبها وبنروح لمارولي اللي بتصحى وبتلاقي نفسها في المستشفى. بتقول في نفسها بما اني لسه ما اختفتش فاكيد مهمتي لسه ما خلصتش، وبتسرق بعدها سيفها وبتهرب بسرعه من المكان. وطبعا بتعمل صوت لانها بتكسر الحيطه والكل بيحس بيها. بنشوف بقى في اللحظه ديت ليو اللي بيقول ان الرحله لسه بتبتدي، وهيعرف ايه هو هدف نيفاكس بالظبط ومين كمان اللي مشغله، وكمان هيلاقي روزالينا وهيوفي بالوعد بتاعه ويعيد تشكيل المملكه بتاعته، هيخلي كل البشر تحت امره. ولحد هنا بيخلص الجزء الاول. الجزء الثاني لسه منزلش، ولما ينزل هعمله لكم باذن الله. تمام يلا بقى صلوا على النبي، وما تنساش تحط لنا لايك واشتراك، ويلا يا عم سلام.